بعد تداول ملصقات تحذر من وقوع تسونامي بكل من شواطئ مدينتي الجديدة والوليدية، خرج محمد بن عبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة عن صمته ليكشف حقيقة الأمر. وقال ابن بو في تصريح لست أنفو إن الأخبار التي يتم الترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، بل الهدف منها هو إثارة الرعب في نفوس المواطنين. وأوضح المتحدث نفسه أنه لا توجد أي تحذيرات رسمية بخصوص وقوع ظاهرة التسونامي بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن هذه الظاهرة الطبيعية تكون نتيجة عدة ظواهر أخرى. وأفاد الخبير في المناخ أن التسونامي يحدث نتيجة نشاط زلزالي قوي يضرب أعماق البحر، وهذا لم يسبق للمغرب أن عاشه بحكم أننا في منطقة أمنة، عكس منطقة آسيا التي تعرف نشاط زلزالي في أعماق البحر.